في قرية ريفية في إيطاليا في القرن ال17، أدا وأخوها عايشين مع جدتها، وهي اتعلمت منها كل حاجة: الأعشاب، طرق العلاج بيها. كانوا عايشين حياة بسيطة. في نص الليل حد من الجيران بيخبط على الباب بعنف. جيران جايين يطلبوا مساعدة لست بتولد، وهم بيساعدوا الست. فجأة زوج الست يقع ميت والكوخ اتقلب. الصدمة كانت كبيرة والصرخات بدأت: سحر، ساحرة! الخبر انتشر في القرية بسرعة. الناس اتجمعت، العيون اتلفت ناحية بيت الجدة، والاتهام طلع في ثانية: ساحرة! رجال الدين دقوا الأجراس، والناس بتصرخ وتطلب القصاص. الجدة اتشدت من وسط البيت، اتسحبت قدام الناس، وأدا حست الدنيا بتتقلب حواليها. قلبها وقع، رجليها اتلخبطت، وبدل ما تكون اللي بتساعد بقت اللي لازم تهرب. قبل ما يمسكوها، الجدة همست في ودنها بكلام سريع، اديتها كتاب قديم وغامض، وقالت لها: خدي أخوكي واهربوا للغابة بسرعة للستات اللي هناك. دي كانت آخر مرة أدا تشوف فيها جدتها. أدا وأخوها فالنتي جريوا ناحية الغابة وسط الضباب، صوت الناس وصرخاتهم وجرس الكنيسة وراهم. البننتنتي ودول جماعة الصيادين والرجال اللي بيأيدوا رجال الدين اتجمعوا بسرعة. وراهم سانتي قائدهم، رجل قاسي ما يرحمش. بيترو ابن سانتي كان موجود في القرية، شاف اللي حصل ومش قادر يصدق إن أدا ليها علاقة بالمدة. قلبه كان متعلق بيها من زمان، لكنه خايف من أبوه. الجدة اتحرقت في ميدان القرية قدام الناس. بعد رحلة طويلة في الغابة وصلوا لمكان مخفي وسط الأشجار، وهناك لقوا مجتمع سري عايش من الستات المنبوذات. ناس اتطردت علشان اتهموهم بالسحر زمان. استقبلوهم بحذر وترقب، لكن تيبا قائدة المجموعة شافت في أدا حاجة خلتها تاخدها تحت حمايتها. تيبا قالت لهم بصوت ثابت: إحنا مش سحرة، إحنا ستات عندهم قدرات خاصة. بعدها أدا بتفتح الكتاب اللي ورثته من جدتها، لقت فيه علوم قديمة، خرايط، طقوس حماية، وأسماء ناس كانوا بيقاوموا الشر زمان. أدا وأخوها قعموا في بيت صغير مبني من حجر وخشب، رفوف مليانة أعشاب وكتب قديمة، وناس كل واحدة ليها قصة. أدا حاولت تتأقلم، لكن أخوها فالنتي كان حزين وبيشتاق لبيتهم ولصوت جدته. بيرسيبوليس واحدة من الستات كانت بتراقب أدا بعيون كلها شك، مش مديالها الأمان. تيبا حاولت تشرح لأدا وتقويها: القوة دي زي النهر، لو حاولت تسديه هتغرقك. الكلام ده دخل دماغ أدا، لأنها حست إن القوة مش لعبة، وإنها لازم تتعلم تتحكم فيها. في نفس الوقت في القرية، بيترو بدأ يحقق سرا. هو مش مقتنع بالاتهام، وبدأ يدور على أدلة. بعد بحث وصبر اكتشف إن موت زوج الست كان لأسباب طبيعية، ضعف في القلب مش سحر. الصراع جواه كبر، ولاقوا لأبوه سانتي من ناحية، وإحساسه بالعدالة من ناحية تانية. لما حاول يواجه أبوه بالأدلة، سانتي اتهمه بالخيانة ورمى الكتاب في النار وقال: الصمت والشك فينا خيانة. وحبس بيترو في أوضته، لكنه سمع أبوه وهو بيخطط للهجوم على الغابة. نرجع لأدا اللي بدأت تفتح صفحات الكتاب، تتعلم عن الأعشاب النادرة، عن طقوس حماية. حاولت تجرب أول مرة تتحكم في حاجة بسيطة، لكن فشلت. وردة نادرة ماتت بإيدها بالغلط، وحست بإحباط كبير، وحضنت أخوها وهي بتقول له إنها أسفة وإنها هتحميه. اللحظة دي كانت ضعف وقوة في نفس الوقت. بيرسيبوليس استغلت الموقف، قالت للستات إن أدا هتجيب لهم الدمار والخراب. الشك بدأ ينتشر جوه المكان. أدا حست بالوحدة وقررت تخرج لوحدها لأطراف الغابة عشان تفكر. فجأة بيترو بيظهر قدامها بعد ما هرب من سجنه بمساعدة صديقه، وسرق حصان وجري للغابة عشان يشوفها وينقذها. واللقاء كان مشحون. هو قال لها: أدا لازم تهربي، أبويا جاي. وهي ردت: أنا مش هسيبهم، ده بقى مكاني دلوقتي. من بعيد حد كان بيراقبهم في الضلمة واختفى. الهدوء واستمرش. في معسكر البنندنتي سانتي في قمة غضبه: خائن، بينا خائن. شكوكه كلها بتروح لابنه بيترو. في نفس الوقت الستات بيشكوا في أدا في إن إزاي حد عرف مكانهم، واعتبروها خانتهم. أدا بدأت تحقق مين اللي خان. استخدمت طقوس التتبع اللي في الكتاب لغاية ما لقت رسالة مخفية في جذع شجرة على أطراف الغابة. الرسائل كانت لست يائسة كانت بتسيب رسائل، ست عايزة تشوف عيلتها ومش قادرة فيش لوحدها. أدا واجهتهم الكل وكشفت إن الخيانة ممكن تيجي من جوه مش بس من بره. اللي حصل بعد كده كان كارثة. أبواق البنندنتي هزت الغابة. الهجوم بدأ. البنندنتي اقتحموا المكان، والستات كانوا بيدافعوا عن طريق الفخاخ ومعرفتهم بالغابة مش بس بالسحر. أدا في البداية كانت مشلولة وخايفة، لكن لما شافت ذئب بيهاجم أخوها حاجة انفجرت جواها. وفي لحظة غضب وخوف قوة أدا طلعت من غير قصد، والذئب طار في الهواء كأنه لعبة، والستات اللي كانوا حواليها اتصدموا. بيرسيبوليس بقى شكها أكتر من الأول، لكن تيبا وقفت قدامها وقالت لها: القوة مش شر، القوة جواكي، ما تخافيش. المعركة كانت عنيفة، أغصان الأشجار تشابكت وعملت حواجز، والضباب ظهر من العدم وشتت صفوف البنندنتي. سانتي قائدهم شاف اللي بيحصل وبدأ يعرف إنه مش بيحارب بشر، ده بيحارب الطبيعة نفسها. في لحظة صادمة جندي أصاب تيبا إصابة مميتة وهي بتحاول تحمي أدا. تيبا وقعت في حضنها، قالت كلمات أخيرة: القوة مش شر، القوة هي أنتِ، ما تخافيش.
الصوت ده دخل قلب عايدة، والحزن اتحول لغضب، والغضب لقوة مركزة. أدا وقفت في وسط المعركة، كل العيون عليها، رفعت ايديها والغابة كلها بقت تحت سيطرتها. ضباب كثيف، أغصان تتحرك، جذور تطلع وتربط المهاجمين. البنان دانتي اللي فضلوا هربوا مرعوبين. الستات بصوا لأدا وعيونهم رهبة بس مبسوطين. دلوقتي تيبا ماتت والمسؤولية نزلت على كتف أدا. يا ترى ايه اللي مستني أدا واخوها؟ ده اللي ممكن نعرفه في الجزء الثاني من مسلسل الإيطالي لونا نيرا. بس يا ريت ما تنسوش المتابعة والاشتراك في قناتكم فيلم توكليك. شكرا لكل متابعينا، نشوفكم دايما بخير، سلام.